يوفنتوس وأليجري حتى الآن ناجح بشكل كبير جدا في الضغط على الصدارة وفي الاستمرارية في النتائج الإيجابية. إنزاغي مرة أخرى، عفوا أليجري مرة أخرى في الثواني الأخيرة. زين، نحط مقاييس محمد، ليش أفضل؟ أليجري كمعدل نقاط رائع، قياسا بالأدوات ترى يحقق أعلى أيضا من الإمكانيات. نعم فاز فرق واحد في آخر 9 أو 10 مباريات، يمكن 8 مرات يسجل في الثواني الأخيرة، فعل ضد هيلس فيرونا، فعل ضد مونزا، فعلها اليوم ضد سالنتانا. بمعنى هو صح يعاني بالفوز ولكن يفوز مستقر، أقنع لاعبينه بهذه الطريقة. اليوم أليجري ناجح، اليوم أليجري يرد علينا، اليوم أليجري يواجه الصحافة. معدل نقاطي مع انتر النموذجي هو فارق نقطتين. تبديلاته كانت جيدة ضد سالنتانا محمد للأمانة، تغيير الجهة اليسرى عن طريق إليك جونيور، الحفاظ على فلاهوفيتش، ايضا هناك تنشيط نوعا ما بادوار رابيو، في امور تحسنت في اليوفي، البقاء على يلدز لدقائق معينه، كلها كانت ايجابيات في اليوفي. ومع ضغط اليوفي نعم استفاد من الطرد، ولكن يوفي هذا عنيد، يوفي اصرار، يوفي يعني انا ليش اقول لك ثقافه الفوز؟ لما تتكرر معك كذا مره خلاص عقليه اللاعبين تصير انا استطيع الفوز ولو بالثانيه الاخيره. نعم، ويمكن الحديث عن أليجري وعن يوفنتوس، غازي لما ينهي الدور الأول بفارق نقطتين أفضل من 5 نقاط، خصوصا بفوز بهذا الشكل وبهذا الحضور، وفلاهوفيتش يسجل بهذه الطريقة، أمور كثيرة إيجابية للفريق والمدرب اللي يتحدث. إذا أردت أن تتحدث عن المنافسة فحدثني في شهر 3 في مارس. صحيح محمد، نصف موسم فقط توقعات بالنسبة لفريق يوفنتوس. ما نجح المدرب أليجري بفعله مع هذه المجموعة المتواجدة في يوفنتوس يعتبر إنجاز كبير. أن يبقى على مقربة من إنتر المتميز بهذا الشكل الكبير الذي ظهر به هذا الموسم يعتبر نجاح للمدرب أليجري ولفريق يوفنتوس هذا الموسم. ولكن هنا في إيطاليا بالتحديد بعد مباراة سالرنيتانا كانت الأحاديث محمد أن فريق يوفنتوس هل بالفعل هو قادر على منافسة إنتر حتى نهاية الموسم بهذا الشكل الذي يظهر به الفريق بالانتصارات الضيقة أمام مختلف المنافسين، بغض النظر عن قوة المنافس الذي يواجهه يوفنتوس. دائما يوفنتوس يعاني، ينتصر بهدف وحيد، بهدفين لهدف. وشاهدنا المباراة الأخيرة، أنا تابعت الصحافة الإيطالية بالأمس بعد مباراة يوفنتوس وسالرنيتانا، كان هناك عرض ما بين الهدف الأول لفريق يوفنتوس والهدف الثاني لفريق يوفنتوس، ما بين الهدفين لم يخلق يوفنتوس أي فرصة على مرمى فريق سالرنيتانا جدية لتسجيل الأهداف، رغم أن فريق سالرنيتانا هو صاحب المركز الأخير وهو فريق كان يلعب منقوص من لاعب. وبالتالي هل بهذا الشكل بإمكان يوفنتوس أن ينافس إنتر حتى النهاية؟ أسئلة تطرح هنا في الصحافة الإيطالية وبين الصحفيين والمتابعين. ولكن نصف موسم لا يمكن أن نقول إلا أن يوفنتوس قدم نصف موسم رائع ممتاز مميز، وبأمكانه الاستمرار على هذا المنوال حتى النهاية. نعم، أعتقد السؤال هل يمكن أن يستمر؟ أكثر يعني ناس ممكن يجاوبونك على أو يقدرون يجاوبونك على هذا السؤال هم جماهير يوفنتوس اللي تعودوا على الضغط النفسي من المدرب أليجري.